السلام عليكم مشاهدينا الاعزاء، اليوم شوي راح نطلع عن طريقه التدريس، راح نوضح لكم الانتخابات بالعراق اللي هي طريقه سانت ليغو لاحتساب الاصوات الانتخابيه. معكم الاستاذ عمر علي حسين، ماجستير كيمياء عضويه. راح نوضح لكم هذه الطريقه على النظام الحديث اللي هو تقسيم 1/7. ليش هنا اختارينا ارقام فرديه؟ هنا نهدني عدد المقاعد، عندنا هنا حاليا نوضح على 7 مقاعد، اما ببغداد هو تقريبا 69 مقعد. اما هنا المقاعد راح تسالون ليش هنا قسمناها على فردي مو زوجي؟ حتى تظهر عندنا كسور نتخلص من هذه الكسور اللي موجوده عندنا. عندنا هنا 7 كيانات بهذا الجدول موضح، تمام؟ وعندنا هنا الاصوات الكليه، مثل الكيان الاول حصل على 200,000 صوت، الكيان الثاني حصل على 150,000 صوت، الكيان الثالث 75 والى اخره. هذه ارقام المجموع الكلي للاصوات اللي صايره في المحافظه، مثل نقول في محافظه سامره او في محافظه نينوى او تكريت والى اخره باقي المحافظات، او ميسان او المحافظه المناطق الجنوبيه والشماليه او الوسط في محافظات العراقيه عفوا. فهنا هذه نقول لمحافظه من المحافظات صار عندنا التصويت هنا، مثلا نقول في صلاح الدين عندنا التصويت هنا الكيان الاول حصل على 200,000 صوت. زين انا شو راح احصل المقاعد وانا عندي هنا 7 كيانات؟ طريقة سانت ليغو تفيد الكيانات اللي تحصل على عدد اصوات اكبر، زين؟ فانه الكيانات الصغيرة تخرج من المقاعد، يعني ما تحصل ولا مقعد. على سبيل المثال بعد ما قسمت اني ال 200,000 على 1.7، سابقا كنا قلنا نقسم على 1، اما هسه 1.7، ونقسم على 3 ونقسم على 5 وعلى 7 وعلى 9 وعلى 11 وعلى 13. طلعت لنا هنا ارقام. لو نلاحظ هذه الارقام اللي واضحه عندكم، انا مخلي دوائر باللون الاخضر، هذا وهذا وهذا وهذا، لان هذني اكثر اصوات في هذه الكيانات. اذا القائمه الاولى او الكيان الاول، القائمه الاولى او الكيان الاول ابو 200,000 حصل على 3 مقاعد، حصل على 3 مقاعد لانه اكبر عدد من الاصوات حصل، تمام؟ اما الكيان الثاني ايضا حصل على 3 مقاعد، اما الكيان الاخير والثالث حصل على مقعد واحد. لو نلاحظ انه هذه الارقام اللي وضحتها هذه الارقام هن اكثر الارقام اللي موجوده في هذا الجدول. اذا الكيان الاربعه والخمسه والسته والسبعه ما حصل على اي مقعد. زين راح نجي نوضح هنا انه الكيان الاول من قسمنا على 1.7، يعني هنا لازم يكون عندي مرشحين. المرشحين اللي عندنا هنا على سبيل المثال بهذه القائمه، المرشحين هنا عندنا 5 مرشحين، هو مستحيل 5 مرشحين، اكثر 6 7 8 10 12 مرشح. زين المرشحين اللي عندنا، شوف المرشح الاول حصل على 40,000، المرشح الاول حصل على 40,000، بينما شوف ايش طلع عندي هناك بالقسمه، بينما انا بالقسمه من قسمت على 1 طلع عندي 117,647. زين هذا منين جاب هذا؟ على الرغم انه الاول ابو 40,000 هو اللي حصل مقعد. ليش؟ لانه حصل على اكثر اصوات. زين استاذ منين جني ال 117,000؟ جني من الباقين، باقي المرشحين اللي كل واحد محصل على اجزاء قليله 1000 2000 3 500 والى اخره، حصل المجموع الكلي 113,000 صوت. فمن ضمن 113,000 صوت انضم من ويا ال 40,000 حتى يحصل على المقعد الاول. اذا المقعد الاول تمام بالكيان الاول حصل، شوفوا نجي نلاحظ هنا 1 2 3 انه القائمه الاولى حصلت 3 مقاعد، الكيان الثاني او القائمه الثانيه ايضا حصل على 3 مقاعد، اما الكيان الثالث حصل على مقعد واحد. بنجي نوضح هسه الكيانات على سبيل المثال. عندنا هنا المرشحين اللي هو بالقائمه الاولى، القائمه الاولى عندي عدد مرشحين، رقم مرشح 1 رقم مرشح 9، هنا 23 هنا 4 هنا 5. بالمقاعد لازم اذا عدد المقاعد ب3 مقاعد لازم 2 رجال ووحده نساء. فبنجي نلاحظ اكثر الاثنين هنا من بالرجال، مثلا عندي رقم 1 ورقم 9، تمام؟ ذول رجال، وهذا ايضا رقم 14,000 رجل، وهذا 12,000 ايضا رجل. فراح ناخذ اعلى اثنين من ذول ال5 مرشحين. فاذا القائمه للمرشح رقم 1 حصل على 40,000 حصل المقعد الاول، والمرشح الثاني اللي هو رقم 9 ابو 20,000 حصل المقعد الثاني. اما المقعد الثالث لازم يروح وين؟ يروح الى النساء،
فمقعد واحد للنساء، ويهمل الباقين اللي هو 14000 و12000. وهذه طريقه سانت ليغو لاحتساب الاصوات في الانتخابات، ويا رب ان شاء الله يجعل هذه الانتخابات خير على بلدنا.